الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي الحلقة الأولى من دروس مسلسلة في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. أيث مثلا الكتاب كتاب بلوغ المرام هديوران يون سي العظماء الإسلام، يون سي المسنون مقرانا من الإسلام، الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي اشتهر بكثرة مؤلفاته. بعض العلماء أحصوا أكثر من 150 كتاب، بعضهم أوصلها إلى 282 كتاب. والكتب كتب ابن حجر العسقلاني من روائع الكتب، كتب خاضعة للتدقيق العلمي، للتمحيص المنهجي. تكتابين يعدان في الغربال يفكير داي الروج يجاد أي الروج ذا القرآن تكتابين ستوسن تطاس العلماء إم قرانا تقليف في اللاسات باش تغران باش ذوين فايدة يقلات داخل كتابين ابن حجر العسقلاني. إذ مثلا الحلقة تاقي أسنتنفك العنوان ذا القرآن بيان بلوغ المرام من أدلة الأحكام. حلقات مسلسلة أطفنت شهور، ماشي ذا قول، ماشي شهرين، ماشي 4 شهور، ماشي 9 شهور، شهور طويلة، لأن الكتاب كتاب عظيم، كتاب يسعى القيمة، يسعى الشان ذا القرآن. لذلك نبدو إن شاء الله في هذه الحلقة، حلقات اليوم في هذا المسجد المبارك، وربي يعلم سيسيك السيريما، يعني باش القيمة ذو مونك يا عزيز الله يبارك هذه الوجوه النيرة، باش نتدارس سويا أنغر كيف يوسف كتابين ثم قرانين مكاسلام تعتبر العنصر أم قران العنصر الصفان دي تساكن أمان سديا دي تساوين ثلويث دي تساوين يعني الجهد أفوذ إثرويح. دي المقدمة دي الدرس وسائل المقدمة أدفقنا البداية أهمية علم النبوة. إذ مثلا العلم شريف، العلم يفكاس ربي الشرف في القرآن، ولكن علم النبوة ميراث النبوة ولا شمنسى أشرف العلوم وأشرف المواريث. غاسما إلا يمثانا تحمل هذا الورث التركة تمورث تزمورث إلى آخره، ولكن ثلا تركة ثايض يسعى مازال ذا القرآن ذا شوت التركة يجي من العلم، خاصة إذا كان علم النبي صلى الله عليه وسلم، ذي الميراث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذا غدريني أن علم النبوة يحتاج إلى خدام، يحواج ولا يقدش في العلم النبوة. لذلك قدر الله في كل زمان يقيد الله رجالا يخدمون ميراث النبوة، أذين في الورثة أوفياء أذ قدشن في ميراث النبوة، أذ حرزن وذ حرب فلاس والسيوضن يمذانا. ماذا نذكر مثلا بعض الأئمة الأعلام، الإمام البخاري،
الإمام النسائي، الإمام ابن ماجه، الإمام أبو داود، الإمام أحمد صاحب المسند، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، يعني يكل علماء قرانا أما زيك أما ثورة في كل زمان. لذلك ربي تختيري وقادر يتقدشن في علم النبوة وقادر يحارب الفلاسفة. في مثال يوم الوقت كثر وضاع الحديث، الوضع في الحديث يعني قد يسيد ديفن في النبي صلى الله عليه وسلم أدوين الكذب السنين التي دلفي عليه الصلاة والسلام. وقيت جريمة قرأت النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر يعني بلغ أقصى درجة الصحة يناد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لقي واحد يثيد جهنم كان يسدي جهنم وين راه يتفن في النبي صلى الله عليه وسلم يعمد ماشي يستثوذ يعمد. لذلك بعض الناس يديو الحديث هاكي وقال يسيدي في النبي عليه الصلاة والسلام ناس خذ من حيلة ناس نكني لم نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكننا كذبنا له، يعني مسكت فارا في الناس أما كان غاديين نسيت في الفايناس أداوينا ولي كرزان يشبحان يلهان ذغا سنين ينهد الفين صلى الله عليه وسلم ولا ما يلها ووال في دينار ودينار صافي وندي وناس فرو يلها استقفالي نستعرف أشيني نهد الفين نغيب بود المثل لأنه قادم يفكر بالحكمة الدنيا والي يقرز يشبح ما شاء الله ذي المثول في سفرة ساعة نزل السن ولكن نوري جوزارا يون أديني يمسلينا كين في صلى الله عليه وسلم. في الوقت اللي يسند الورس أتسلسل القرنية الفلاني أثن ثروين هذه الأحاديث الموضوعة يعني تسخاوان أثن ثروين أطاس جمذانا تساود الأحاديث أسقار في صلى الله عليه وسلم. ذا شو سنينا ابن المبارك عبد الله بن المبارك إناس تعيش لها الجهابذة يعني اللن يرقازان إمسناوان إمذيازان أري حارفان في السنة من في صلى الله عليه وسلم هكذا. ثورة إمسلام ولكن المقدمة ثورة ذوق النقطة همزورث. أولا السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع في الإسلام. ثاني باش كنت غير مثلا العنصر والسين للإسلام بعد القرآن السنة. العنصر القرآن ذو القرآن، العنصر القرآن للإسلام ذو القرآن وقلت خصمت مرة. العنصر والسين ثلاث السنات السنة النبوية. أدفع كان باختصار على حسب الوقت سائر من الألف من القرآن الكريم. الأدلة من القرآن الكريم أذكر على سبيل المثال في سورة الحشر الآية 7 ربي ناد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين يكون يومر النبي صلى الله عليه وسلم خذبت، أين يكون ينهى اجتث. الدليل واضح القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورة النساء الآية 59 ضعف ربي في أكل ولاة الأمور. الآية في ثلاثة في سورة النساء دائما الآية 80 من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ونضع النبي عليه الصلاة والسلام أماكن نضع ربي. الآية في سورة النحل الآية 44 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أدلة من السنة لات الأحاديث كثيرة يغدي في جنن باللي السنة ذلسات إذ العنصر والسين للإسلام بعد القرآن الكريم. مثلا حديث النبي حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما وغيرهما، يعني البخاري ومسلم وغيرهما. لا شو دين في صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. واضح. وين يضوع النبي عليه الصلاة والسلام يضوع ربي، وين يعصى النبي يعصى ربي صلى الله عليه وسلم.
من بعد إلى حديث معاذ المشهور، حديث معاذ بن جبل اسميه يشكع القاضي اليمن، الحديث هذا نشوفوا خاطر هذا الروس من بعد يشكعي ثاني ولد القاضي يخدم يفصل بين الناس هذه فلوث لوفا ثانم ديال اليمن قبل هذا يروح يستساث الناس بما تقضي بين الناس بركي ديال الكونفلي يعني الخلاف اللي بين ذانم ذا شاف حكم واش حكم إناس سل القرآن الله عارف يا مستمزون القرآن الكريم إناس بكتاب الله إذا صلى والسلام فإن لم تجد يموتوا في ضرر اللاية إذا تمسلاين في الثمسات إذ يسال هرفاسنيه ذا شو سيدنا إناس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صافي أقرأ القرآن في السنة إناس فإن لم تجد موتوا في ضرر إناس أجتهد رأيي لا آلو يعني ناس خدم الرأي في الإطار من القرآن وكل السنة لا آلو يعني لا أدخل جهدا أستخدم تسمرثيو أستخدم اللاغينو العقليو باش نشفذ الحكم الشرعي سي القرآن أكو ذي السنة وكي يعني نقدر استنباط الأحكام أتشفذ الأحكام سمحت لي ما كان دي فهوذي سوقي يفكي زرا ما يفكي الصندوق يخاف تفطر ما اصلا نهضر فيه معليش ها هاد الصندوق من بعد دي فهوذي هذا طيب الحق شويه في بعض الأدلة أضرحها بعد شو سيدنا عليه الصلاة والسلام يفرح المستفكات شوفها ماكي الناس الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله يحمد ربي إمي معاذ يوفقت ربي سبحانه غير الصواب يقرزم الحديث يقول الإسلام رواه الأئمة أبو داود وأحمد والترمذي والبيهقي وغيرهم جيم إجماع الصحابة ألف من القرآن باء من السنة جيم إجماع الصحابة الصحابة أجمعوا أكمل الصحابة عليه الصلاة والسلام على اعتبار السنة النبوية مصدرا ثانيا للتشريع في الإسلام أن نجمع الصحابة أكمل مرة باللي السنة ذات إذا المصدر والسين للإسلام بعد القرآن الكريم. ثانيا تعريف السنة ساعتها كان بعض المسائل تعريف السنة فرقيت مثل تجد دروس علمية لو كان ثورة دروس خفيفة كان وعظية أدي تعريف السنة يعني ذي ديال فيها صلاة والسلام مفرات ولكن أنا سمح فيه ذاك يكون لي الزنا كينونك إمولا الجامعة الله يبارك يعني رواد المسجد قصدا ساعة نيفو علي الله يبارك نيفو من علي فهمن عليه الله يبارك صافي الصفر بلا قد فوا نسيك بعض التفاصيل العلميه الدقيقه وما زال ارزاز ان شاء الله سوف نعمق هذه المسائل بشكل دقيق لذلك الساكي تعرف السنه وكاس ضيون عارفين السنه الناس قبلك تعرفها اني تشيني دقق في السؤال الى قصير ذا حتى البواب ذا شو التعريف راك تفكر ألف عند الأصوليين باء عند المحدثين جيم عند الفقهاء عند الأصوليين ده شو معنى السنة عند الأصوليين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير وكي تعريف الجامع المانع يعني ثل السنة القولية ذي مسلاين يدينا النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا الحديث العظيم الذي يمثل ثلث العلم عند الأئمة الأعلام منهم الإمام الشافعي إن هذا الحديث يمثل ثلث العلم ويدخل في 70 باب من أبواب الفقه والإمام أحمد بن حنبل إن هذا الحديث يمثل واحد من الأصول الثلاثة نتاع أصول الإسلام حديث عمر بن الخطاب هو حديث السيدة عائشة وحديث النعمان بن بشير اللي هو الحلال بين والحرام بين
إذن هذا الحديث يدخل في باب السنة القولية في مسلاين يدينا في صدور يسلم. السنة القولية ثلا السنة العملية معناه ذينك يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا تصليثيس أمشي يتصلى، أمشي يخدم الركوع، أمشي يخدم السجود، أمشي يرفع اليدين، أمشي يعني أماكن ذاك الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. صلث أماكن إذ ولم تصلى. الخدمات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشمت ذي باب السنة العملية الفعلية، يعني السنة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ما السنة التقريرية في ثلاثة تجد السنة يخدم نوية من الصحابة ولكن نسا يقفليت أقرها إما قولا أتي كونفيرم يتوكل، إما سكوتا يسكت، وإذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام فسكوته في موضع البيان بيان، فهو لا يسكت على باطل. ما إلا يولنا دام سلاي غير خبيوث الخدمة مصدات الصحابة نسي السوسم أماكن يكونفيرميت أماكن يقفليت خاطر كان مثلها وتيقبلها ثكوان يعبر عن قبوله بالابتسامة بالبسمة يبتسم. هذه الصكة مقصدة مقبول يعني ما كسيقار قفلة. على كل حال الأدلة طاس والنماذج طاس والأمثلة طاس تذكر إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. عند المحدثين تعريف السنة عند المحدثين التعريف الأصولي نروي السين ما صدر أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية أو سيرة. هذا نلاقي ساعة خمسة عند الأصوليين ثلاثة. ما عند المحدثين الرؤية الثلاث الصفة الخلقية والصحابة تحدثوا عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية أو الخلقية يعني تصرف كويس الأخلاقي ناس. أما كذلك السيدة عائشة ويتستقسى هشام بن حكيم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الناس كان خلقه القرآن. والسيرة المقصود السيرة النبي عليه الصلاة والسلام بدءا من المولد ناس تصرف كاي ناس البعثي ناس إلى آخره. هذا باختصار. جيم عند الفقهاء تعريف السنة عند الفقهاء تعرف السنة معنيان. المعنى الأول ما يقابل الفرض، والمعنى الثاني ما يقابل البدعة. ما يقابل الفرض كأن نقول صيام رمضان فرض والسحور سنة لذلك باش نصوم رمضان ذو الفرض إما السحور السنة والخدمة راه من كني سيقارس كثير السحور انتو تصوم راه يسقر كيهضر باش السحور تسخير رمضان تصوم دار الناس الفرض يروح مقار السنة نطفيس يطفي السنة ديال السحور ماذا الفرض يسال الحاس. صيام رمضان كي تصوم ثلاثة الفرض. صيام 6 أيام شوال مقار الصابرين ولا السنة. هذا الفرق وقيل الفرض وقيل السنة. أيوة إلى المعنوي السين ما يقابل البدعة. ما يقابل البدعة مثلا بدين الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة إلى آخر الحديث. ذا جايز مثلا إلا العمل إلى السني إلى العمل إلى بدعي معنى مخالف للسنة مخالف للمشروع. مثلا وإن كان المثال بعيد الشرع عليكم جميعا فروا إلى طلاق السني إلى طلاق البدعي كما يقول الفقهاء أكيد السمان. طلاق السني يعني بعيد ما إلا يونيفرسيتي بوزيسيون طلقة واحدة طلاق سني طبعا في طهر بلا مساس كما قال الفقهاء إلى آخره. إما إلا يونسي فرثمطوثيس 20 فتيكت أكل أسيني فريضة ب33 ذروية أنت تكراسير طلاق بدعي يخالف
السنة ويخالف الشرع أو يخالف المشروع. هذا ثالث مثل. نروح النقطة ثالثا أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة. مادام الموضوع راه ندرس مثل ذاك الكتاب بلوغ المرام، بيان بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ضروري أدري نسلي في النقطة ياكي أدريني ذا شو ثمت الأنواع الأصناف للأحكام يدبي السنة بالنسبة للقرآن بارابور القرآن الكريم. اللانت ثلاثة كاتيجوري، ثلاثة أصناف. صنفان زوارو قرناس أحكام موافقة للقرآن. الصنف والسن قرناس أحكام مبينة للقرآن. وثلاثة قرناس أحكام جديدة أي لم ترد في القرآن. أذكر الأمثلة. ألف أحكام موافقة للقرآن. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يد الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث الصحاح إن يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، أي مثلا ثبت ربي سبحانه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكانت في من اسم النبي عليه الصلاة والسلام إناس كالطلب غدا يعفو يا ربي سبحانه ياثي كان نيي فردان دكواس. وكان الحديث هذا الحديث يوافق قوله تعالى في سورة التحريم مثلا آية 8 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ربي تسمس لي المؤمن قرص ثوفث معنى الحديث يهضر في التوبة يوكذد أين يسن في القرآن الكريم. ذا غد فكر ذي با نهضر في الأحكام المبينة. أحكام مبينة إما بتفصيل المجمل، إما بتخصيص العام، إما بتقييد المطلق. تلك مسائل مهمة نفكر الأمثلة باش تفند. بتفصيل المجمل معناتها أتفر ثلثة وثلاية مجملة. ما معنى مجملة؟ معنى جلوبال. أدس السنة أدفك لي ديتاي. مثلا ربي ذي القرآن إن صلت أقيموا الصلاة لا يغدينا، ولكن أمشي نصال، أمشي نركع، أمشي نسجد، أشحال ركعات كل صليت للديتاي كيثيم سناكي ماشي ذي القرآن إثنتي ديالنا ذي السنة إثنتي ديفكنن. وكيل معنى يس بتفصيل المجمل شبه ربي واضح. ولكن في مسألة مهمة المجمل كي سوى السنة إكزمرن أثيد فكن فقط، ماشي من المسائل الأخرى عند الفقهاء زمرن أزكشمن اللغنسن العقل نسن ذاكي خاطئ. صلوا كما رأيتموني أصلي وكي حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أمر الزكاة ربنا وآتوا الزكاة بتفاصيل الزكاة. أمشي رزكي ذي الدوفيس ذي الدينار ذي النعمة ذي التجارة ذي سكران ذي خرفية زمنت يا كل ديتاي ذي السنة ذي نتساتي ديفكان لي ديتاي يديفصل بتخصيص العام. أي السنة تبين القرآن بتخصيص العام. مثلا أين يعلن الميراث ليريتاج ما يمثل مذان ربي ناد إلى قطف ظلم في الورثة لسيرتي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. ولكن سمحتي بعد الشر ما يليون ليريتي ينغى صاحب المال ينغاث قتل عمدي وعدواني ذاكي يحرم من الميراث. هناك حديث يخصص يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ميراث لقاتل، في رواية أخرى لا يرث القاتل شيئا ورثة ولو يحرم من الميراث. طيب بتقييد مطلقه لو أنت الحكم أديس القرآن مطلق ود السنة أتقيد أتلميت تقيد. أذكر المثال زرما يتمثل الآية تهضر في الوصية في سورة النساء الوصية مع التستامون وتفكر ربي شحال إن أمذان يزمر يجي الوصية ينقولها لسيرتي ماشي لسيرتي أتي تجي نقولها وخلاص. ولكن داك سمحتي التستامون كيتمثل
يزمر يون أدي تستام وصية يوراويس يزمر اسميك الوصية النصف ثلثين دوتير ترى يجوز ولا يجوز أشينا في القرآن يجوز خاطر ربي القرآن يناد في سورة النساء من بعد وصية توصون بها أو دين. في آية أخرى من بعد وصية يوصين بها أو دين. يعني رب سبحانه ودي حد الدارة الوصية أشحال ودي حد الدارة ولا تياوين ولا يسفايدين الوصية ذي السنة غير يوسان فكاية بلي ديتاي تخدم دي ليميت لي فرونتيير الحدود. مثلا حديث سعد بن أبي وقاص الناس النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير ورجوزالا يونادي تستامو أكثر من الثلث أتسلت الماكسيموم الثلث أي زادا أثيض الموقوف على إجازة الورثة إذا أجازوه نفذ وإذا ردوه يرد. أيوة تكسم سوالف إن هذا الحديث وايض إن الله تصدق عليكم ثلث أنت بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم. يزمر يونا كيني بون أثريسبكتير لو أنتير ولكن فتحي من غيلي خاطي يسد الحديث وايض يقيد إن لا وصية لوارث. أطونسيون يونا يجي الوارثين سيجي الوصية ما يفكيس الدوناسيون الهبة ذي الحياتيس معليش ماذا الوصية لا وصية لوارث أخطر الوارث يسعى الميراث يسعى التركة على كل حال تفاصيل كثيرة ما نوض في شرحنا لبلوغ المرام أدرك تفاصيل إن شاء الله تعالى. تجيب أحكام جديدة لا تشير الأحكام لا ذي السنة ولا شيء القرآن وسلم الآية قبل حين سورة الحشر الآية 7 وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مثلا لا تشير الأحكام وسنة السنة أذكر على سبيل المثال توريث الجدة السدس يعني الجدة اش غتورث ماشي في القرآن الكريم التورثان سيسيم في 6 في السنة يدوسا توريث بنت الابن اللي سنميس الحفيدة في السنة يدوسا كذلك قضاء الحائض للصوم تمطث يعني لنس الحيض في رمضان أم كتقضوا رمضان ماشي تصلي فيس لكن هذه السنة. مثلا تحريم كذلك اتخاذ القبور مساجد ذي الحرام يتخذ القبور ذي الجوامع الصلاة في السجوان ذي الحرام السنة هدينا. مثلا تحريم الذهب والحرير على رجال الأمة الذهب أو الحرير ذي الحرام في رقاسم ينسلمن ذي الحلال في داوين في رقاسم ذي الحرام يمكن في مسألة يوم السلام أندلت ما تجي في القرآن يدوسات وسنتد أحكام جديدة وسنتد في السنة النبوية. رابعا مصنفات أحاديث الأحكام فأنا في أشهر الموضوع هذا يأتي الختيم إن شاء الله. لنت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لنت الأحاديث يدي يهضر في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر يدي يهضر في الآداب في الأخلاق في التصرف كاع في المراقبة في زيارة المريض في كذا كذا. ولكن لنت الأحاديث مدرسة العلماء أحاديث الأحكام الأحكام أما ذي الطهارة أما ذي الصلاة أما ذي الزكاة أما ذي المساقات أما ذي المزارعة أما ذي القراض أما ذي الربا أما ذي الجهاد أما ذي البيوع طاس تمسالك الله سي كذا قالنا غسي نسوي إن شاء الله تعالى المعاونة كون سعود الكراج إن شاء الله غيصير ربي إن شاء الله غنهدف إلى بلوغ المرام إن شاء الله تعالى. ذاك فهم ثلاث أنواع من المصنفات. ألف الموطئات استقارا ألف على سبيل المثال موطأ الإمام مالك معروف. الموطأ الثاني للإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي. باء السنن ويقارن السنن أما سنن أبي داود سنن الترمذي سنن الدارمي الدارقطني سنن كبرى للبيهقي الجامع للترمذي المشهور بسنن الترمذي المجتبى أكس قرن المجتبى للنسائي المعروف بسنن النسائي. في كذلك قرصت مؤلفات السنن وسنتد بعد الموطئات من الناحية التاريخية الموطئات سمسورة وبعدين باء وسنتد السنن بعدين جيم وسنتد
مؤلفات متخصصة في أحاديث الأحكام، في كذا سبيسياليزيت. منهم على سبيل المثال يوم كتاب اسمه الأحكام الشرعية الكبرى، وتخدم الإمام أبي محمد عبد الحق الإشبيلي المالكي ومقارن ابن الخراط، إلى كتاب آخر اسمه عمدة الأحكام عن سيد الأنام الحافظ عبد الغني المقدسي، إلى كتاب آخر اسمه الأحكام الكبرى لمجد الدين عبد السلام بن تيمية وقد جديس ابن تيمية أحمد بن تيمية شيخ الإسلام، إلى كتاب اسمه المنتقى من الأخبار ذا جديس ابن تيمية، إلى كتاب اسمه الإمام في أحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد. يسعى كتاب آخر رائع أيضا ملخص اسمه الإلمام بأحاديث الأحكام. الإلمام ملخص لكتابه الضخم اسمه الإمام، الإلمام ملخص لكتاب الإمام ابن دقيق العيد. إلى بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. مادام ضغط الكتاب ثاقي سيكتاب ثاقي إن شاء الله أرى نبذو عن الشرح إن شاء الله. سير الساون كل 15 يوم ما يرضى ربي ذكواس الخميس ذاك كل 15 يوم، ما عدا الخميس القادمة أعتذر من الآن سأكون غائبا إن شاء الله تعالى. بعدين أنخدم كل 15 يوم كل خميس ذاكي، وفضيلة الشيخ سيخبركم في الوقت المناسب. أثنى الشرح القبائلي استعراف نعمق المسائل إلى قدر ما كنا إن شاء الله أدرس فما كنت مثال ونتجاوز مجال الحوار يعني من قريبا يكفو الدرس أنفك الوقت يعني وثمثلنا ونفي من حاجة أسيد المسترس القبائلي، وتجعل ربي الحلقة إن شاء الله تقدر ربي عبادة منا جميعا، وتجعل ربي في ميزان الحسنات وغفق ربي جميعا محبوب الله. والسلام عليكم.